وبعدين جاب مكعبات وقطعها ونقل كميه منها لفوق، وبدا يبني اكواس الدور التاني بنفس الطريقه اللي فاتت. وزي ما واخدين بالكم المكعبات اللي استخدمها في الدور التاني اصغر كتير من اللي تحت، وفي وسط ما هو شغال الجوانتي بتاعه لزق في مكعب من كتر السعه. وبعدين كمل بنى الدور اللي فوق، وعدد الاكواس اللي بناه في الاخر كان 4 اكواس، وقفل نص الجدار ده والجدار التاني قفله كله، وحط في النص لوح خشب وفتح فيه مكان للتهويه عشان الدفايه اللي بالخشب اللي هيجيبها بعد كده، وقفل الجزء اللي كان باقي من القبه لحد ما خلصت كلها. والنهارده مش فاضل له غير انه يقفل السلم بس، وساعتها يكون خلص بيت التلج تماما ويقدر يعيش فيه. رجع لتقطيع المكعبات تاني، والمره دي معاه منشار البار بتاعه طوله 60 سنتي، بس المكعبات كبيره جدا والمنشار مش بيقدر يقطعها للاخر برضه، وكان بيفصل المكعبات برجله. في اليوم اللي بعده اللي هو اليوم ال 29 دخل على اخر لمسات في البيت عشان يخلصه تماما، وكمل تقفيل المكان اللي باقي من السلم لحد ما خلصه كله لحد اخر نقطه فوق، وكمان عمل شباك صغير في الدور التاني. وبعد 29 يوم من الشغل الصعب في البرد اخيرا خلص بيت التلج تماما.